اهلا وسهلا بحضراتكم. بقالي فتره ما بتكلمش عن الكوره لان حالها بيزداد سوء يوم بعد يوم ومن الاسوأ الى الاسوأ. ومن اول ما تولى حسام البدري مسؤوليه تدريب المنتخب الوطني وانا قلت هو ملوش اي خطه لعب غير انه يحط لها قطره ويسيبها فتره. ودي طبعا سخريه من ان كابتن حسام البدري ما عندوش اي فكر تدريبي غير التكشير على الملعب والزعيق. ونخرج بعد إقالة حسام البدري يخرج علينا اللجان الإلكترونية منتشرة على الفيسبوك علشان ترشح كابتن حسام حسن اللي هو نفس المدرسة، بس الطريقة بتختلف إلى مدد مدد شد حيلك يا بلد. وطبعا كل إمكانياته في الكورة الوقوف على الخط والعصبية ونقل التوتر للمنتخب. هتقول هو ما مسكش لعيبه كبار، لا مسك بيراميدز، وبيراميدز فيه لعيبه منتخب مصر وفشل معاهم وحقق اسوأ نتائج لان هو الفكر التدريبي بتاعه. ليه بندور على مدرب وقدامنا مدرب كبير زي تاكس جونيوس، المدرب اللي هو حببنا في كوره وادي دجله وحببنا ان احنا نتفرج على وادي دجله؟ ليه مدرب زي ده ما يمسكش عناصر المنتخب الوطني ويقدم معانا كوره؟ اي نعم هو مسك بيراميدز وادى تعادلات لان بيراميدز فرقه كلها معلمين وفرقه كلها ما فيهاش خدامين للكوره، كل الفرق كلها، وياخدهم طبعا العجوز عبد الله السعيد، وطبعا بيبطئ رتم الفرقه على البطء اللي هو بيلعب فيه. ده راجل عنده 35 سنه ومش عايز حد يسرع الرتم عشان ما يتكشفش هو في الملعب ويظهر ان هو ملوش اي دور. ليه ما نجربش واحد زي تاكس جونيوس؟ افضل كتير من ان احنا نبدا نجرب ونضحي بسمعه منتخب مصر في مدربين كل امكانياتهم العصبيه والتوتر من خارج الخطوط. منتخب مصر امانه، وما بلاش تكرروا تجربه ان احنا نكره نتفرج على المنتخب مره اخرى. من ساعه ما حسام البدري تولى منتخب مصر مفيش واحد كان بيشجع منتخب مصر او بيتفرج على مباراه كره قدم فيها كابتن حسام البدري. شكرا والى اللقاء.